مشكله السيلز مان تحديدا، هو دخل مهمه العقارات ليه، او قرر يبقى سيلز عقارات ليه؟ من فتره انتشر جدا جدا في جمهوريه مصر العربيه تحديدا، مش بتكلم يمكن في الوطن العربي كله، ان اي حد عايز يعمل فلوس يشتغل في العقارات، واي حد عايز يستثمر في الفلوس ويكسب فيها اكتر يستثمر في العقارات. بقت العقارات دي هي نقول كده ايه، الفرخه بكشك، تمام، البيضه الذهب للكل. يعني ايه؟ يعني اي شاب لسه خريج جامعه مستجد، او حد لسه بيدور على شغل جديد، او حد لسه داخل في البيزنس بشكل كبير جدا، اول حاجه بيبص عليها بشكل واسع يقول لك انا اشتغل سيلز عقارات. ليه؟ سيلز العقارات راكبين عربيات، معاهم شقق، ترابيزات بلياردو وبنج، يعني السيلز اللي بعقارات ده واحد بيعمل فلوس، هو متهيئ له ان انا اول ما اشتغل سيلز عقارات بكره الصبح هيبقى معايا فلوس. دي مشكله. طيب مشكله ليه؟ مشكله علشان اولا هو مش فاهم حجم المسؤوليه اللي هو داخل عليها. هو فاهم ان الموضوع بالنسبه لنا ان انا هخش اتعلم كلمتين، معايا داتا، اخش اكلم عملاء، العميل جه الصبح مضى، ضمن البيعه الصبح برصيدي في البنك مش عارف كام. هو مش فاهم ان الموضوع اكبر من كده بكتير. دايما الناس شايفه سيلز العقارات شخص معاه فلوس، ومش شايفين ان شخص فعليا هو فاقد حياته الاجتماعيه بكل اتجاهاتها.